في الفيديو النهارده جايب لك 5 تمارين لو عملتيهم هتحصلي على مؤخرة مرفوعة ومشدودة، والتمارين دي هتعمليها في البيت وبدون معدات. يلا بينا. اهلا مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم كابتن محمد عواد. في الفيديو النهارده هنتكلم على ازاي نرفع ونشد المؤخره. الفيديو النهارده موجه للبنات عشان بقالي فتره كبيره قوي ما نزلتهمش فيديوهات. في البدايه عايزين نعرف هي المؤخره او الجلوتس بتتكون من ايه عشان نعرف نشتغل عليها صح. اول حاجه بالنسبه للجلوتس ان هي منطقه متكونه من عضلات وبيبقى فوقيها طبقه دهون، يعني عضلات وبعد كده طبقه دهون. فاحنا لو عايزين نكبرها هم حلين ما لهمش ثالث، يا اما هنكبر العضلات وهو ده موضوع النهارده وموضوع الفيديو النهارده. الحاجه الثانيه لو هنكبر منطقه الدهون دي حاجه خطر جدا، وهقول لك ليه. انا شفت ناس كتيره على السوشيال ميديا وجروبات كتيره على السوشيال ميديا بتتكلم ان هي هترفع مناطق الانوثه عندك وتكبرها عن طريق رفع هرمون الاستروجين. الحركه دي خطر جدا جدا، اوعي تلعبي في هرموناتك. لو لعبت في هرموناتك وزودت هرمون الاستروجين عندك هيحصل لك مشاكل كتيره جدا. اول حاجه بالنسبه لهرمون الاستروجين، لو زاد في جسمك هرمون الاستروجين لما بيعلى بيزود الدهون بصوره عشوائيه كده، انت الدهون هتتوزع في جسمك والدهون جسمك كلها هتزيد، هيعملك اضطرابات في الهرمونات عامه. تاني حاجه خطر، لو هرمون الاستروجين زاد عندك هيحصل لك اضطرابات في الدوره الشهريه، هيحصل لك تساقط للشعر، هيحصل لك حالات من الاكتئاب والتوتر. حاجه تانية شفتها على الجروبات وخصوصا الجروبات اللي هي بتاعت دول المغرب بالعربي، الكبسولات دي لتكبير مناطق الانوثه، الوصفات، الدهانات، الكريمات، الحاجات دي كلها غلط وما بتعملش اي نتيجه وملهاش اي فاعليه. بمعنى صح كده انت بتضيعي وقتك وفلوسك. خلي بالك برضو ان في فرق بين الانسجه والالياف العضليه والخلايا الدهنيه. الالياف العضليه انت تقدري تكبريها، يعني مثلا لو انت عندك ضعف في الكتف هنا او كتف صغير تقدري تشتغلي على العضلات بتاعت الكتف على المنطقه دي بالتحديد وتكبريها. اما لو عندك دهون في منطقه الكتف هنا ما تقدريش تخسسيها، يعني الدهون ما تقدريش تعملي عليها سبوت، ما تقدريش تتحكمي في منطقه معينه تخسسي فيها الدهون. فانا في الفيديو النهارده جايب لك الحل. هنزود العضلات بتاعه المؤخره عن طريق 3 مراحل. احنا العضلات بتزيد عندنا عن طريق 3 مراحل. اول حاجه هنتمرن بصوره كويسه، تاني حاجه هيبقى اكلنا سليم، تالت حاجه محتاجين راحه ونوم. ال3 خطوات دول لو عملتيهم كده انت هتوصلي لاسرع نتيجه وافضل نتيجه. ال5 تمارين هم: اول حاجه السكوات هتعمليه زي ما انت شايفاه كده بالظبط. هتفردي ايدك عشان تعملي توازن لجسمك، وهتنزلي تتاكدي ان ركبتك ما تعديش مشط رجلك على قد ما تقدري. تاني حاجه سومو سكوات، هتعملي نفس الوقفه بتاعت السكوات رجليكي بس هتبقى على شكل 7، رجليك هتبقى مفتوحه شويه وهتبقى على شكل 7 وهتلعبي السكوات العادي خالص. تالت حاجه الجامب سكوات، هتقفي نفس الوقفه بتاعت السكوات عادي خالص وهتنزلي وانت طالعه هتنط لفوق. التمرين الاخير وهو اللانجز، انت بتقفي على رجل والرجل الثانيه انت بتتنيها وبتنزلي بيها. اخر حاجه الليج ريسز مهم جدا جدا عشان يرسم المؤخره ويرفعها. ركزي كده في التمرين انا بعمله ازاي. انا ما بزقش رجلي لورا، انا بزق الرجل لورا والفوق. وانا جايب لك النهارده الجدول اللي هنمشي عليه لمده شهر، ولو طبقتيه بالحرف زي ما انا بقول هتوصلي لافضل نتيجه واسرع نتيجه. هنشتغل التمرينات دي كلها بنظام حاجه اسمها السيركت دي، يعني هنعمل التمرينات كلها ورا بعض. يعني عشان نخش في التفاصيل على طول، اول اسبوع هنتمرن اول تمرين 10 عدات وناخد 10 ثواني راحه، وبعد كده نخش في 10 عدات للتمرين اللي بعده، وهكذا. نخلص التمرين الثاني ناخد 10 ثواني راحه، نخش في 10 عدات للتمرين الثالث، وهكذا لمده 10 دقائق لحد ما ال10 دقايق يخلصوا. ده كده اول اسبوع. تاني اسبوع هنزود العدات شويه، هنخليها 15 عده وهنقلل الراحه شويه، بدل 10 ثواني هنخليها 8 ثواني وهكذا. ده كده تاني اسبوع. وتالت اسبوع رابع اسبوع هنزود العدات شويه، هنخليهم 20 عده وهنقلل الراحه هنخليها 3 ثواني وهكذا. يعني 20 عده هناخد 3 ثواني راحه وال20 العده في التمرين اللي بعده، وهكذا لحد ما النص ساعه تخلص. الجدول ده لو مشيت عليه لمده شهر واحد اضمن لك ان انت هتشوفي تحسن وتغير في مقاساتك ومقاسات لبسك، وكل ده بصوره طبيعيه. مفيش بقى وصفات معينه ومفيش كبسوله سحريه ومفيش دهانات، مفيش الكلام ده خالص. بصوره طبيعيه هتوصلي للي انت عايزاه. طالب بس طلب واحد: البنات اللي اتفرجت على الفيديو يا ريت تعرفني في الكومنتات ان هي استفادت عشان اكمل واخصص وقت
محدد لتصوير الفيديوهات للبنات. يعني عرفيني حابه تشوف المحتوى ده مني. ده كده الفيديو النهارده. ما تنسيش اللايك لو الفيديو عجبك. اكتبي لي الحلقه الجايه محتاجه تعرفي ايه، والنصايح اللي انت عايزه تعرفيها واتكلم عنها اكتبها لي تحت. وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس عشان اول لما انزل فيديو يوصل لك. سلام.